يا صباح الفل عليكم. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة حلاوة المولد بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل 3 أنواع من حلاوة المولد. هنعمل السمسمية والحمصية والفولية بطريقة ولا أسهل من كده. يلا بسرعة نشوف الطريقة. أول حاجة نص كيلو من السمسم هرفعه على النار لحد ما أسخنه. تمام كده. هبتدي بقى أرفع في طاسة تانية نص كوباية من المية، كوباية من السكر، تمام، 3 معالق كبار من العسل الجلوكوز. هبتدي بقى ارفعهم على النار. تمام كده. ونقدر كمان نستبدل العسل الجلوكوز لو مش متوفر عندك بعسل ابيض عادي، مفيش اي مشكله. طبعا مستمرين بنسخن السمسم. تمام. وتاني حاجه اول ما الشربات يغلي او السكر اللي احنا حاطينه ده اول ما يغلي كده، هبتدي انزل عليه بنص ليمونه صغيره عصرتها عليه وقلبته كويس جدا، وطبعا متابعاه. تمام. هبتدي بقى اكون مجهزه سلطانيه فيها ميه ساقعه، هبتدي اخد كده منه واجربها. اول ما تكون الكوره معايا مطاطيه بالشكل ده، يبقى لا لسه شربات بتاعي مستواش او دخل في القوام المظبوط اللي انا عايزاه، اللي هيطلع معايا حلاوه المولد ممتازه. لازم اطلعه كده من الميه لما اجرب تاني يكون بيتكسر بالشكل ده. تمام. عامل زي الازاز، يتكسر وبيكون سهل. ده بيضمن لك ان يطلع معاكي حلاوة المولد تكون هشة ومقرمشة. تمام. تاني حاجة انا مجهزة الصاج بتاعي 30 في 40، حط عليه اكياس تلاجة عادي فتحاها ودهناها كويس جدا بالزيت. ضفت عليها السمسمية وبسرعة جدا ببتدي ان انا افردها، وبالعجلة دي بكون دهناها كويس جدا بالزيت. تمام. والجلافز كمان انا دهنة ايدي زيت عشان يسهل معايا عملية الفرد. بعد ما فردتها افردها واسويها كويس جدا بالسمك اللي انت حباه. تمام كده. وضغطتها كويس زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اجيب السكينة واقطعها بالشكل ده. ضروري يا جماعة نقطعها وهي سخنة عشان نعرف نفككها، والا هتاكلوها قرص ثابت كده وهتتكسر يعني تكسير عشوائي. لا، فاحنا عايزينها تكون شكلها حلو زي اللي احنا بنجيبها من بره، فهنقطعها وهي سخنة. وعايزة اقولك ان هي يعني بتاخد القوام يعني بتنشف على طول وبتقرمش في ثواني، يعني مجرد ما انت بتفرديها. فانت خلي ايدك سريعه، بمجرد ما تحطيها افردي بسرعه وابتدي ان انت سويها وقطعيها. وهنسيبها بقى دلوقتي لحد اما تبرد، ونعمل الخطوه اللي بعدها وهي الفول السوداني بنفس طريقه الشربات. زي ما قلت لكم، نص كوبايه الميه وكوبايه السكر وعصير الليمونه والفرشه الفانيليا اللي في الاخر بعد ما الشربات يخلص. تمام. ونزلت عليه برضو ب 500 جرام من الفول السوداني. تمام كده. وحطينا برضو ال3 معالق عسل جلوكوز. هبتدي برضو افردها في الصاج التاني بالشكل ده. تمام. ده مقدار برضو 500 جرام من الفول. الفول السوداني ده يا جماعة مش بتاع العطار خالص. انا جايبة الفول السوداني اللي بيتباع في المحل اللي هو محلات التسالي. جبته فول سوداني وانا اللي قشرته. تمام كده. فول سوداني غير مملح وقشريه في البيت، ده بيبقى احلى بكتير جدا وطعمه احلى بكتير. هبتدي برضو اقطعها وهي سخنة بالشكل ده. وضروري كمان السكينة نكون دهنينها زيت عشان تسهل معايا برضو التقطيع. بعد بقى ما فردت السمسمية وفردت الفولية، طبعا جيت دور على الحمصية. برضو عملنا مقدار 500 جرام وبنفس مقدار الشربات. تمام. ضروري يا جماعة ان احنا بنسخن الحمص او الفول او السمسم قبل ما نضيفه على الشربات، وده هيخلي معايا الفرد يبقى اسهل. وكمان ضروري ان احنا نحط الاتنين بدرجة حرارة واحدة. ما ينفعش ان انا احط بدرجة حرارة المطبخ الفول او السمسم، لا هتلاقوها مسكت على طول والشربات اللي احنا عملناه جمد، وهتلاقيها مش عارفة ان انت تقلبيها او تتعاملي معاها. لا، فضروري ان احنا نسخنهم الاتنين. برضو ضروري ان احنا نسخن الحاجة عشان نطلع منها الرطوبة. تمام كده. فابتدي وهي سخنة واضيف عليها الشربات، هتبقى سهلة معايا في كل حاجة وبقطعها بشكل سريع زي ما انتم شايفين. تمام.
وعايزه اقول لكم اني سهله جدا جدا وما خدتش وقت. انا كل اللي انا يعني وقفته على الكميه دي تقريبا في حوالي ساعه وخلصت المقدار ده. مقدار يعني بصراحه حلو جدا، هيعملك سيرفيس جميل واوفر بكتير من ان انت تشتريها من بره، ولذيذه جدا. وعايزه اقول لك هتطلع معاكي ممتازه، نتيجتها ممتازه، تطلع معاكي مقرمشه، وكمان طعمها تحفه، مقرمشه وهشه وحاجه كده في منتهى الجمال. تعالوا بقى اوريكم يعني سهولة الكيس اللي احنا حطيناه مدهون زيت، هيخلي يعني الحكاية سهلة جدا، واحنا بنفككهم كده وبنكسرهم تكسر بسهولة لان احنا خلاص مقطعينها. تمام. هبتدي بقى افكها بالشكل ده واكسرهم بقى، اكسر القطع، مش هتاخد منك وقت خالص. انا عايزه اقول لكم ان انا في نفس يعني الوقت ما فيش بعد ما خلصت المقدار كله انا ابتديت ان انا احطه في طبق التقديم. وشايفين، شايفين الجمال، قرمشه وهش جدا، هتعجبكم جدا جدا. السمسميه طعمها تحفه، والفوليه والحمصيه هتعجبكم جدا جدا جدا. وتقدروا كمان تعملوا اي نوع من المكسرات بنفس المقدار اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو كوب السكر ونص كوبايه من الميه وثلاث معالق كبار من الجلوكوز، من عسل الجلوكوز، ونقدر ان احنا نستبدلهم بالعسل الابيض. تمام. وعصرة الليمونة اول لما يغلوا، وفي الاخر خالص اضيف رشة فانيليا صغيرة. تمام. ابتديت بقى احط كل المقدار كله جنب بعض، ما شاء الله تعمل معاكي كمية حلوة جدا. فرحي ولادك واعمليها بمقادير بسيطة جدا، واقل بكتير من التكلفة ان انت تشتريهم جاهزين من بره. وكمان طعمهم حلو، واللي هيعجبك اكتر نتيجة الطعم بصراحة تحفة وحلوة جدا. انا ما كنتش متخيله ان انا هبقى مبسوطة ان انا لما اعمل حلاوة المولد، انا اول مرة اعملها وانبسطت جدا من النتيجة بتاعتها بصراحة. وان شاء الله مش هتبقى اخر مرة، وجربوها وابعتولي تطبيقاتكم. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد، وصفة جديدة. بتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم والوصفة تكون سهلة ولذيذة عليكم وتجربوها. باي باي.